لو لسه بتستني بقى بالشهور عشان تعملي ليمون معصفر وتاكليه، لا تعالي شوفي الطريقه ديت، هتاكلي منه بعد اسبوع بيطلع مستوي وزي الزبده بالظبط. بجد الطريقه ديت حلوه جدا، سهله وبسيطه، وما عدناش هنستنى وقت طويل خالص. اول حاجه هنا انا معايا 2 كيلو من الليمون. انا جايبه ليمون كبير كده ولونه اصفر. الليمون دلوقتي سعره حلو جدا في السوق. و... وهاتيها الليمونه الكبيره وتكون قشرتها ناعمه. ببدا اغسله كويس جدا الاول واعمل فتحات فيه كده، علامه اكس كده، بس اهم حاجه ما اوصلش للاخر زي ما انا مصورها لكم بالشكل ده. ومعايا حله على النار كده فيها ميه بتغلي، انزل بالليمون بعد ما فتحته كله. اهم حاجه الميه تكون مغطيه الليمون كله. لو انت عايزه تاكلي منه بقى بعد اسبوع، من بدايه غليان الميه عليه تظبطي حوالي 15 دقيقه بالظبط. لو انت عايزه تسيبي منه لرمضان، تغليه بس 3 دقايق ينزل المراره بتاعته ويبقى معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. انا هنا هاكل منه بعد اسبوع ان شاء الله، هوريهولكم هنا بعد اسبوع. ببدا اطلعه من الميه بقى على ميه بارده كده عشان يوقف تسويه. انا ما بستخدمش الميه بتاع الليمون، لو انت بتستخدميها براحتك، بس انا ما بستخدمهاش خالص في التخليل، بتبقى واخده كل المراره والحاجات دي. هبدا اعمل بقى الحشوه بتاعته. معايا كوبايه من العصفر وعليها 3 معالق من حبه البركه، وما تكتريش عشان ما تغمقلكيش الليمون. ومعايا هنا فلفل حار انا طحناه في الكبه بالشكل ده. ومعايا هنا 3 جزرات مبشورين، ممكن تستغني عنهم لو ما فيش، بس التحبيشه دي بقى بتخلي طعم الليمون بجد حلو جدا. هبدا اقلبهم كويس جدا مع بعض. جربيه بالطريقه ديت وانا متاكده ان شاء الله ان هو يعجبك. اضيف عليها معلقتين من الملح، واضيف عليها معلقتين كده من الزيت، وابدا اقلب الخلطه دي كويس جدا مع بعض. وبجيب الليمون بتاعي بقى، بيكون في الوقت ده بارد تماما، لازم يبرد تماما، ما تحشيش خالص وهو سخن بالشكل اللي انت شايفاه ده. ابدا احشيها بقى. اهم حاجه ما تكتريش فيها حشوه، بس يعني ايه عشان ما تخرجش منها بالشكل اللي انت شايفاه ده. احلى ليمون، مش هنستنى 5 6 شهور عشان ناكل ليمون. ممكن كمان تعمليه قبل رمضان باسبوع، برضو بيبقى حلو جدا. زي ما انت شايفاه بالشكل ده، خلصت الكميه كلها. جد الريحه كانت تحفه من قبل ما يتخلل ولا اي حاجه. ومعايا هنا البرطمانات بتاعتي ازاز او ممكن بلاستيك عادي، بتكوني بس معقماها الاول. وبعدين بقى هبدا ارص الليمون كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. اخلي بوز الليمونه لفوق كده عشان الحشوه ما تخرجش منها. نفس ما انا برص كده هتبداي ترصيه. وبعدين بقى في النص كده ببدا احط برده شويه من الخلطه اللي انا كنت عاملاها. وتبداي تحطي قرون فلفل اخضر حار كده، برده بيديها حلاوه اكتر ويتخلل معاه. انا كده خلصت خالص. ابدا اعمل بقى المحلول الملحي. معايا هنا لتر من الميه، اكون غلياها وسايباها تبرد الاول. هضيف على اللتر ميه ده 4 معالق كبار هرميين كده من الملح. وبعدين اقلبهم كويس. انا هنا كنت حاطه لتر ونص ميه عشان الكميه اللي عندي، انا بقول لك مقدار اللتر بس. وبعدين احط عليه معلقه من الكركم كده، بتعزز اللون وتخلي لونه ذهبي وحلو جدا. وانا كنت عصره نص كوبايه من الليمون، بس انا نسيت اضيفها هنا. هبدا اضيفها في الاخر، ما تقلقوش يعني، بس اهم حاجه انتوا ضيفيها على محلول الملح. انا ضفتها هنا في الاخر. برضو هبدا اقلب في البرطمان. نص كوبايه العصير الليمون دي بتديه طعم حلو جدا، ممكن تستغني عنها بس هي بتديه طعم حلو. وابدا احط على وشه زيت بالشكل ده. وانا هنا بقى جايبهولك بعد اسبوع، بعد ما عدى عليه اسبوع بالشكل اللي انت شايفاه ده. بصي زي السكر، والله كان طعمه حلو جدا، مستوي. ويعني تحس ان انت بتاكلي ليمون معصفر، يعني زي اللي احنا بنعمله بالشهور، لا بس هو كده اسرع واحسن بكتير واحلى. جربيه بالطريقه دي الليمون المعصفر السريع. احفظي الوصفه عندك. واهم حاجه لو الوصفه عجبتك، اعملي لي لايك وكومنت حلو منك وشير الوصفه عشان الكل يستفيد. شايفين شكل الليمون عامل ازاي؟ بجد دايب ومستوي ولونه حلو جدا. ماشي على الخطوات هتعملي احلى ليمون معصفر سريع، هتاكلي منه بعد اسبوع. لو عايزه تاكلي منه في رمضان، زي ما انا قلت لك، اعمليه بس 3 دقايق في النار.